الناس كيعجبهم المفكرين العباقرة، ولكن هاد الناس غالبا كيبقوا معزولين. ليوناردو دافنشي كان معروف بالغريب، إسحاق نيوتن عاش في العزلة سنين، ونيكولا تيسلا مات بوحدو في بيت ديال لوطيل. اليوم باقي كيبان ان الذكاء ما كيعنيش الاهتمام الكبير بالحياة الاجتماعية، ولكن شنو السبب؟ فيلسوف الماني في القرن 19 ارثر شوبنهاور ناقش فكرة عيب التفكير وامتياز العزلة، وقال ان العظماء بحال النسور كيبنيو اعشاشهم في الوحدة السامية. هو كان كيشوف ان الوحدة ماشي مجرد شعور بالوحدة، بل هي ثمن التفكير العميق. كل ما كان الواحد كيتعمق في الافكار ديالو وكيبقى من الصعب عليه يتواصل مع الناس اللي حوله. شوبنهاور كان كيشوف ان المفكرين العميقين كيشوفوا الحياة بطريقة مختلفة، هما كيعرفوا انماط وتناقضات وحقائق ما كيشوفوهاش الاخرين، وغالبا كيغرقوا في الافكار ديالهم من درجة انها كتولي مفرطة. حتى انه كاينه واحد القصة عن الفيلسوف اليوناني طاليس طاح في البير وهو كيتامل في النجوم. الافكار ديالهم كتسود كل شيء في الحياة ديالهم من درجة انها كتخليهم معزولين. الحوار مع الناس كيبان صعب، ان كل ما ازداد ذكاء الشخص كل ما كان صعب عليه يتواصل مع الاخرين. الافكار ديالهم وجهات النظر كيبقاو فريده، كيصعب عليهم يلقاو الشخص اللي يقدر يفهمهم. لهذا السبب بزاف من العقول اللامعه في العلم الفن او الفلسفه كيشعرون بالعزله ماشي اختيارهم، ولكن بسبب الطريقه ديالهم في التفكير. البرت اينشتاين قال مره انه كيحس بالشعور العميق بالعداله الاجتماعيه والمسؤوله، ولكن في نفس الوقت كان عنده غياب واضح في الحاجه والتواصل المباشر مع الناس. ولكن الموضوع ما كيقتصرش على الملل من الحياه الاجتماعيه، بل كثير من الاحيان اعمالهم كتطلب العزله. العقول العبقريه ما قدروش يحققوا اعمال عميقه الا في البيئه فيها تركيز تام. اختراعات وافكار نيكولا تسلا من التيار المتردد الى ملف. تسلا كانت نتيجه لساعات طويله قضاها وحيدا في المختبر ديالو، كان غارق في العمل ديالو لدرجه انه كان كينسى النعاس والماكله. تسلا كان كيامن بشكل واضح بان العزله هي مفتاح النجاح. قال كن وحيدا، هذا هو سر الاختراع، كن وحيدا ونتولد الافكار. ماشي غير تسلا، ولكن حتى ريني ديكارت مؤسس الفلسفه الحديثه كان كيقضي ساعات طويله في التامل الهادئ، والعزله كانت اساس لكتابه المقوله الشهيره انا افكر اذا انا موجود. ولكن هذا الانفصال ماشي غير مساله فلسفيه، بل عندها سبب بيولوجي. عند الدماغ كيتعامل مع افكار معقده وعميقه، كيخلق روابط عصبيه اقوى في المناطق المسؤوله عن التفكير التجريدي وحل المشاكل والابداع. ولكن هذه الروابط العصبيه ما كتدعمش دائما الجوانب الاجتماعيه للحياه. دراسات كتقول انه كل ما كان التركيز اكبر على الافكار المعقده، كل ما انفصل الدماغ عن التفاعل الاجتماعي. هذا الشيء كيخلي المحادثات البسيطه تبدو مرهقه او غير ضروريه للعديد من العقول اللامعه. التواصل الاجتماعي كيولي كانه دوامه من التفكير الزائد، كل كلمه وكل ايماء كتخليها مرارا وتكرارا. الابتسامه اللي كيعتبرها الجميع عاديه تقدر تثير التساؤلات في حال هل كانوا يقصدونها فعلا او هل هي مجرد مجامله. ومع مرور الوقت هذا الاستنزاف الذهني كيخليهم يمشيو اكثر نحو العزله، ماشي انهم كيبغيو يكرهوا الناس او يرفضوا التواصل، ولكن ببساطه كل محادثه كتولي كانها اختبار عقلي موجه. الامر ما متعلقش بكره الناس او الرفض التواصل معهم، بل لان كل محادثه كتولي صعيبه من خلال هذا التحليل المفرط لكل تفصيل. ولكن هذا الانفصال ما كيمنعش هذه العقول من الحاجه ديالهم للصحبه، بالعكس هما ما كيقلبوش على تجمعات كبيره ولا احاديث سطحيه، لكنهم كيحتاجوا لشخص واحد يفهمهم بعمق. على الرغم من طابعهم الانعزالي، اينشتاين كان لقى راحته في العلاقات العميقه مع عدد قليل من الناس اللي كيشاطروا نفس الفضول الفكري. الصداقه ديالو المستمره مع ماكس بورن كانت مثال على هذا الشيء. نفس الشيء بالنسبه لفان خوخ الرسام المعروف. رغم حياته المضطربه وعزلته لقى صله عميقه مع الشقيق ديالو تيو. رسائلهم المتبادله كانت مليئه بالرؤى العميقه حول الفن والحياه. كان هذا الاتصال الفكري العميق هو اللي كيقدروا فان خوخ اكثر من اي شيء اخر. هذا الاحتياج للفهم ماشي مقتصر على العظماء التاريخيين فقط، بل في الحياه اليوميه ديالنا. يمكن حتى انا نشعروا شي نهار بلا راه محتاجين غير انسان واحد في الحياه ديالنا يفهمنا، كتكون عنده قيمه خاصه وكيخلينا نحسوا اننا مرئيين في العالم، ويقدر يبدل لك التفكير ديالك والعقل ديالك. الحقيقه هي انك ما خاصكش تكون عبقري باش تحس بالعزله. الا كنتي نهارا كتسال على معنى الحياه او الواقع او العالم، من المحتمل انك تشعر بهذا الشعور، لان ما كل الناس اللي حولك يقدروا يفهموا هذا الفضول الدائم ورغبتك في اجابه الاعمق للاهم، وانك ما توقفش عن التساؤل.